قدمتوا ايه للاسلام غير اللطم والتطبير والمتعه والخمس والتطيين والزناجيل والسب والتكفير والطعن في القران؟ ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ لا قرآن جمعتوه ولا عندكم كتاب صحيح تتعبدون به. كل ما نقول لكم تقولوا لا يوجد عندنا كتاب صحيح. شوهتوا صورة الإسلام بالدماء والتطبير واللطم. انتوا عايزين تكرهوا الناس في الإمام الحسين. اما الناس تشوفكم وانتوا بتطبروا والدماء بيعملوا ليش هؤلاء هكذا؟ هل هؤلاء مجانين؟ لا، يفعلون ذلك من أجل رجل اسمه الحسين. تكرهوا غير المسلمين في الحسين. فانتوا ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ والخط مفتوح يا سيد حيدر والله. قول لنا قدمتوا ايه للإسلام؟ سماحة السيد أنا جاي يوصلني من كلامك فرد شيء بسيط جدا. جاوب على الشيء البسيط، اتفضل. خادمكم سيدنا، خادمكم. حياك. راح اتصل بيك من مكان آخر. لا مش هتتصل، ما تسكرش الخط يا سيد حيدر. انت لو مش سامعني فعلا كنت زمانك بتقطع عليا، لكن بتستنى اما اخلص كلامي وتقوم بتتكلم. انا اسالك ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ عملتها لك لطمية، بالله عليك ما تتعبنيش بقى والجو حر النهارده والله. سيدنا انت من يا سادة؟ انا من السادة اللي هناك. هذا اللي هناك وين يعني؟ عرفت انك سامع بقى، مش معنى دي سمعتها. عرفت يا سيد يا حيدر قلبه بقى، سيبك من الحاجات ديت. انا من السادة المصريين. اجبني بقى، عرفت انك سامع وبتقولي السادة اللي هناك وين؟ يعني سامع السادة اللي هناك اهو. انا بسألك بقى اللي سمعت منك. سيدنا نعم نعم مولاي، اتفضل حبيبي سيد. اتفضل. اللي سمعت من يمك انه ماذا قدم الشيعة للإسلام. نعم. زين، اذا اقول لك الشيعة هم صلب الإسلام. الله، قدموا ايه للاسلام بقى؟ ما انتوا جمعتوا القران. لا، القران الصحيح مع الامام المهدي اللي جمعوا امير المؤمنين علي واعطاه لولده المهدي. يبقى فين صلب الاسلام بقى؟ ده انتوا اللي بتنخروا في الاسلام، ده انتوا السرطان اللي بيجري في جسد الامه الاسلاميه. النقطه الثانيه، ما عندكمش كتب صحيحه. كتاب الكافي اللي فيه 16000 روايه، فيه 92 روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قدمتوا ايه للاسلام بقى؟ بس كلامك سريع. كلامي سريع، معلش. قدمتوا ايه للاسلام؟ قول لي ماذا قدم الشيعة للاسلام؟ اتفضل. نعم. واحد، بدأت الشيعة في التضحيات منذ استشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليه لهذه اللحظة. طب خلينا نجاوب على واحدة واحدة سماحة حيدر قلبه. أول حاجة، أنتم من قتلتم الحسين فقد جاء في كتاب الملحمة الحسينية لرجل شيعي، وعندي في كتاب مسيحيون نصروا الإمام الحسين هو من كربلاء إلى اليوم، إن الذين غدروا بالحسين هم شيعة الكوفة. أجدادك دعوا الحسين، حتى زين العابدين قال لهم كما عندك في المستدرك الوسائل: دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. فهذه أول واحدة، أنتم قتلتم الحسين وبتعملوا بالمثل المصري تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته، فأنتم قتلتوا الحسين وعايزين تعملوها مفضلة لكم. هذه النقطة الثانية. يعني شيعة العراق متهمين بقتل الحسين عليه السلام؟ نعم، وهذا قال ذلك الكلام آية الله العظمى المدرسي، قال إن شيعة العراق هم الذين دعوا الحسين. أهل الكوفة في العراق وكانوا شيعة هم الذين دعوا الحسين. وعندك تسجيل لآية الله العظمى كمال حيدري بيقول إن شمر بن ذي الجوشن لعنه الله الذي جز رقبة الإمام الحسين كان من خواص شيعة علي بن أبي طالب. وعندك تسجيل للمرتضى القزويني يقول كان من خواص شيعة علي بن أبي طالب وكان يصلي في خلف الإمام علي سلام الله عليه. فأول واحد جز رقبة الإمام كان من خواص الشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أرجع يا شيخ، علشان ما نخشش في موضوع مقتل الحسين وكربلاء، عشان عندنا محاضرة عن المسيحيين اللي نصروا الإمام الحسين دول. ماذا قدم الشيعة الحسين؟ قول لي قدموا كيت وكيت وكيت وعد لي يا سماحة حيدر. طيب مشكلة. طلعت أسجل كلام طلع العرب اليوم. طلعت. نعم. مولانا سلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. أولا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ألا ولكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. الشيعة استضاءوا بنور علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل البيت صلوات الله عليهم. كلام خطأ يا شيخ، معلش واحدة واحدة. أنت بتقول ألا من إمام يقتدى به ويستضيء الشيء منه علما. هل إمامك المهدي اللي بقاله 1200 سنة هل استطعتم علم أو أخذتم علم من إمامك المهدي؟ وين علم إمامك المهدي بقاله 1200 سنة؟ ألا وإن كل شيء لابد أن يكون له إمام، وإمام زمانك الآن هو المهدي وليس علي. هل أخذتم علم من إمامك المهدي؟ تفضل. عيد كلامك العفو. أقول ألا ولكل شيعي إمام يقتدي به ويستضيء منه علما. دلوقتي ما قلت لك شيعي. إمامك المهدي الآن، اسمعني بقى زي ما أنت قلت لي عيد يا سماحة الشيخ حيدر قلبه، قلت لي يا سيد شيخ حيدر قلبه أعيد، فاسمعني زي ما أنا بسمعك. أول حاجة، وين إمامك المهدي الآن اللي هو إمامك؟ وكيف أخذت منه العلم؟ لم تأخذ منه علم وغائب بقاله 1200 سنة. شوف سماحة السيد، أنت أولا سيد أو أنت حضرتك يعني واضح هاي الصورة مال السيد. بعدين هنتكلم في الموضوع ده. انا اسمي رامي عيسى والدلع على الفيسبوك سيد حيدر المساوي. بس خليك دلوقتي من اسم. انت عندك في كتاب النجم الثاقب في احوال الامام الحجه الغائب، الامام له اكثر من 100 اسم. انا بس برجع واعيد عليك السؤال تاني. هل اخذت علم من امامك المهدي؟
انت بتقول الا ولكل شيعي امام يستطيع منه وياخذ منه العلم، اخذت حاجه لا ما قلت لك كل شيعي يا رجال، لا تغالطنا سيد. نعم. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: الا ولكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. طيب هل انتم اقتديتم بامامك المهدي يا حيدر؟ اتبعنا بطريق اهل البيت صلوات الله عليهم. اسمعني ملخصك. طيب. لكن الوهابيه وجماعه ابن تيميه والسلفيه لم يتركوا طريقا لشيعه ال محمد، ولم يتركوا لنا والاحتلالات. وحينما تنظر تجد ان كل الاحتلالات عليك يا سماحة الشيخ حيدر، يعني انا بقول لك ماذا قدم الشيعة للاسلام تقول لي الاحتلالات واقتدينا بطريقة آل البيت؟ يا عم انت الطريقة اللي انت بتقول عليها دي طريقة ايه؟ آل البيت اللي اقتديتوا فيها؟ من اول من لطم من آل البيت؟ من اول من جمع الخمس من آل البيت؟ من اول من طبر من آل البيت؟ من اول من بنى حسينية من آل البيت؟ من اول من ادخل في الاذان اشهد ان عليا ولي الله من آل البيت؟ من اول من قال بتحريف القرآن من آل البيت؟ من اول من كذب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ من اول من كفر الصحابه من ال البيت؟ انتوا لم تقتدوا بآل البيت، لا انت ممكن تقول اقتدينا بطريقه عبد الله بن سبأ اليهودي. عيد الكلام يا عفو. لا ما انت كده ترفع ضغطي بقى، انا الكلام بيجي مره واحده كده من عند الله سبحانه وتعالى فهقعد اعيده تاني. انتم وين؟ بالراحه واحده واحده، انا عارف انهم عمامين عشان يوصلوا. آل البيت لم يبنوا حسينيات، آل البيت لم يطبروا، آل البيت لم يجمعوا الخمس، آل البيت لم يلطموا. مولانا انت تتوقعني في مطب. لا والله ما تفكرون على الحسين. حيدر نعم. خادمك اسمعني سيدنا. تريدني ليش الطم على الحسين؟ تريد السبب ليش الطم على الحسين عليه السلام؟ لا انا عايز السبب ليش لا تلطم على الامام علي. ما هو الامام اصل هتقول الامام الحسين قدم نفسه من اجل الدين، والامام علي كان بيعلم الغيب وقدم نفسه من اجل الدين، والنبي صلى الله عليه واله وسلم افضل من الحسنين ومن علي وقدم روحه من اجل الدين وقدم كل ما يملك من اجل الدين. ليش لا تلطم على الامام علي؟ ليش لا تلطم على النبي؟ ما النبي عندك مسموم صلى الله عليه واله وسلم، مات مقتول عندك، فليش لا تلطم على النبي وتطبر على النبي؟ اتفضل. لان المظلوميه التي ظلم فيها الحسين عليه السلام كانت بدايتها، تدري منين جاءت من مظلومية الزهراء صلوات الله عليها، ومن مظلومية علي بن أبي طالب حينما حرقوا الدار عليهم وأخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب غصبا، وأخذوا أرض فدك من الزهراء غصبا، وهو أبو بكر وعمر وعثمان. وفيما تريد أن تكلم. طيب نعم هذا التاريخ المزيف. طب ممكن ارد عليك واحده واحده وتسمعني ان شاء الله. نعم. اول حاجه بتقول لي كسر الضلع. طيب حينما كسروا ضلع الزهراء واسقطوا الجنين، وهذه مظلوميه عظمى اقوى من مظلوميه الحسين، لان الحسين شهيد رجل خرج للقتال واستشهد، اما الزهراء ادخلوا المسمار في صدرها وعصروها بين الباب والحائط واسقطوا محسن. سؤالي لك واحده واحده، نعم تجيبني نعم او لا. هل الامام علي سلام الله عليه هل اخذ في ذكرى كسر ضلع الزهراء اخذها ذكرى كل عام واخذ يلطم ويطبر؟ اجيبني نعم او لا عشان نمشي واحده واحده. لا اولا لا شفت بقى، شفت بدل ما كحيت وعملت لي كده وبعدين مولانا اولا لا كنت اجبت لا وخلاص يا حيدر، علشان انتقل للنقطه الثانيه لارض فدا، عشان يبقى اول حاجه كسر الضلع فعلي رضي الله عنه لم يفعل ذلك. ده يعني لا يوجد عاقل اصلا يصدق بعقيده كسر الضلع اللي بتقول بيها دي. فنحن اقتدينا بعلي رضي الله عنه. ارض فدك حينما اغتصبوها من الزهراء، وين الامام علي؟ انا لو جيت اغتصبت شيء من زوجتك الان وعندك ولايه تكون، وين الامام علي؟ ثاني حاجه سيد حيدر، انا عندي كتاب اسمه فدك بين السنه والشيعه تاليف رامي عيسى، انا اسمي رامي عيسى، اكتب كده على جوجل بعد ما تنهي المكالمه ان شاء الله وتكون مكالمه طويله وقيمه، اكتب فدك بين السنه والشيعه. ناخذ اسمع سيد اسمع مره خصتك، انت ما انت ليش مستعجب بالكلام ليش؟ لانك بتقاطعني. تاني حاجه بتقولي الامام الحسين اصلا عندك في كتاب بحار الانوار في المجلد الثاني والعشرين في كتاب المزار قال الامام الحسين، والكتاب في يدي الان والله لو تحب افتح لك الكاميرا، الامام الحسين قال لام سلمة انا ساقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يراني هكذا. الروايه اظن رقم روايه 28، وهو الروايه موجوده في كامل الزيارات. السيد اذا اقول انا سيد اسمع لو بحثنا تاريخيا في كتب الشيعة والسنة عن مظلومية أهل البيت عليهم السلام، جاءت من السقيفة في الأولى، في السقيفة اللعينة لعنها الله. المظلومية الأولى يا شيخ السقيفة أنت بتلعن السقيفة لعنها الله، لأن عندك رواية في البحار وذكرها حسين الفهيد إن حجر البيت اللي كان منه السقيفة حجر ناصبي، أما حجر البيت الذي فيه الإمام علي حجر موالي يحب الأئمة، حجر السقيفة كان حجر ناصبي اللي بني به البيت. اتفضل.
ما اسمع شلون؟ انت بتولع جكاير الان، شكلك مشغول. شلون؟ انت بتولع جكاير الان، شكلك مشغول. ما عندي جدار، ما ادخن، انا اصلا ما ادخن طب جدار. الحمد لله، انا سمعت صوت ولعه كده، مش مهم. انت بتقول سقيفه بني ساعده، بدا من هنا سقيفه بني ساعده. حجاره سقيفه بني ساعده التي بني منها السقيفه حجاره نصبيه، بدليل ما استدل به المجلسي ورواه رضوان درويش وحسين الفهيد، قالوا ان الحجاره هذه ليست مواليه، بل هي حجاره نصبيه. مولانا انا اتكلم عن الحجاره، انا لما اتكلم عن طابوقات، واتكلم عن حجاره، واتكلم عن رمل، واتكلم عن سميد، ما لي علاقه بهذا الموضوع. بدات المظلوميه من سقيفه بني ساعده حينما اتفقوا ان ياخذوا الخلافه من علي بن ابي طالب عليه السلام. حينما اخذوا الخلافه حينما اخذوا الخلافه ليس الولايه، عفوا، حينما اخذوا الخلافه من علي بن ابي طالب، ونصبوا بعد الخلافه نصبوا ابو بكر وعمر وعثمان. هذا تنصيب جاء من عندهم. ارد عليك يا شيخ، بايعوا ابو بكر. ارد عليك في هذه النقطه. اتفضل. اول حاجه حضرتك بتقول لي يا هاي شيخ، المظلوميه الاولى حبيبي سيد. نعم إيه؟ هاي المظلوميه الاولى. طب خلينا ارد عليها وبعدين ننتقل لكل مظلوميه، يعني يبقى نمشينا انا وانت واحده واحده. اول حاجه الحمد لله ان حضرتك اعترفت ان انتوا كفرتوا الحجاره وكفرتم حجاره سقيفه بني ساعده وما شابه ذلك. النقطه الاولانيه بتقول لي اخذوا الخلافه من علي بن ابي طالب. المنافقون يتربصون بالمدينه كما اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، وبين واضح ذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيره. فكان لابد لخليفه للمسلمين، وعلي رضي الله عنه كان في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من خليفه للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرضه قال دعا أبا بكر وجعله يؤم الناس في الصلاة. رقم 2، الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يتركوا المدينة هكذا ويتربص المنافقون بها لابد من خليفة. الصحابة لا يعتقدون أنه يوجد إمام منصب معصوم من قبل الله، لا صاحب ولاية تكونية يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، اللي هو إمام إله زي ما أنتم بتعتقدوا يعني. لا، لأن يعلموا أن القرآن لم يتحدث عن الإمامة، والسنة لم تتحدث على إمامة ولا ولاية ولا أي شيء. السنة والقرآن ذكر مسألة الحيض ومسألة الصيد ومسألة التبني ومسائل فقهية، ولم يذكر الخيل والبغال والحمير، أكثر من 20 حيوان، مش عارف 26 حيوان في القرآن مع حشرات، ولم يذكر أي شيء عن الإمامة. فما فيه. وقال علي رضي الله عنه كما في نهج البلاغة: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. طيب عمر رضي الله عنه ما طعن وجعل الشورى في 6. طب لماذا وضع علي منهم؟ عمر لما خرج يستلم بيت المقدس لماذا وضع علي رضي الله عنه خليفة على المدينة؟ لو كان بيبغضه او مغتصب الخلافة خلاص بقت في علي اهو، برضه علي كان سايب كل ده. اصبح عمر رضي الله عنه ما طعن ووضع 6 من ضمن الشورى. لماذا لم يقل علي انا الاولى وانا منصب؟ ولماذا لم يضع عمر ابن عبد الله مثلا او احد من ابنائه؟ او لماذا لم يسلم ابا بكر الخلافة لاحد من ابنائه؟ لانهم كانوا لا يبحثون عن خلافة ولاية كما انتم تزعمون. كده رديت على الشبهة الاولى.